مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة مطبخي صغير، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. المعسله الثانيه اللي غنقدم معكم اليوم غندير بوشنيخه المعروفه اللي كتجي بنينه وزوينه وسهله في التحضير ولا حتى في المقادير، يعني ماشي بحال الشباكيه. انا حضرت شباكيه ما صورتهاش معكم لانها نفس الطريقه اللي كنت ديجا حضرت معكم ونفس المقادير، يعني ما كنغيرش فيها. قلت لي هذا العام ان شاء الله غنشارك معكم بوشنيخه اللي كتجي بنينه وسهله في التحضير. ان شاء الله ندوزو المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير عندي نص كيلو تاع الطحين، كيلو ديال الطحين عفوا، عندي 250 غرام ديال الزبده تكون نوعيه جيده اللي حطيتها ذوبتها. درت كيلو الطحين مع معلقه صغيره ديال النافع مغربله ومعلقه صغيره ديال القرفه وواحد خماره كيماويه والملح. غندير نخلط كلشي وندير حفيره في الوسط، غادي ندير فيها 3 معالق كبار ديال الخل والزبده اللي ذوبت. غادي نبسبس مزيان هاد الخليط، وهنا راه درت نص لتر ديال الحليب يدفى في نفس الكاسرونه اللي ذوبت فيها الزبده. غنخلط مزيان نبسبسو مزيان حتى يدخل فيه، عاد غادي نجمعو. وكي قلت تقدروا ديروا زبده ديال الطرق العاديه، والاحسن الا كانت الزبده تكون نوعيه جيده. هنا غادي نبدا ندخل الحليب شويه بشويه، الحليب كي قلت لكم يكون دافي، وغنبدا تنجمعها. انا هنايا دخلت ليا تقريبا، نتوما شفتوا راه كندخل فيهم، كنحاول ندخلها ونعجنها مزيان حتى تجمعات. بالنسبه للحليب كي قلت لكم هنا دخلت فيها 2 كيسان وربع. من بعد ما جمعتها وعجنتها غادي نقسمها كما كتشوفوا، غادي نغطيها بالبلاستيك بما نوجد فين نخدم. هنايا من بعد ما وجدت البلاصه فين نخدم غادي نسرحها بالمدلك كما كتشوفوا بهذه الطريقه. تقدروا ديروا بزاف ديال الطرق. في المره الاولى انا غنوريكم الطريقه الاولى كما كتشوفوا، غندير هذه الطريقه، انا غادي نسرح ونعاود نتني ثاني ونحطها ترتاح. ضروري نغطيوها. الطريقه الثانيه غادي ندير بحال شكل ديال المسمن كي كنديروا المسمن كما شفتوا، ونحطها حتى هي وكنكمل هكا حتى كنسالي دوك العجينه اللي عندي. كناخذ اول وحده كنسرحها على طول هكا كما كتشوفوا، وغادي نقسمها باش ما تجينيش صعيبه. غادي نقسمها على نص، غادي نغطيه بالبلاستيك واحد الطرف والطرف الاخر، وغادي نخدم معكم هنا في الماكينه. بالنسبه للماكينه هنا كما كتشوفوا سرحتها شويه وكندوزها من رقم لرقم، من 2 ل3 4 ل5 حتى ل6. كاين اللي تيبغي يوقف في 5، كاين اللي كيبغي يحبس في 6. نتوما تشوفوا على السمك ديال العجينه ديالكم، وحيت كل واحد والماكينه اللي عنده. هنايا غادي نبقى انا شفتوا راه ما قطعتش الفيديو، خليته باش يبان لكم الطرق. هنايا كنبقى كنسرح، الا كاين شي حد اللي يخدم معكم كان احسن. هنا من بعد ما ورقتها في رقم 6 كما كتشوفوا غادي نهز شويه تاع الطحين، ما نكثروش غير هكا باش ملي نخرجوا الخيوطه ما يلصقوش لينا بزاف، وتقدروا ما تستعملوهمش الا ما بغيتوش. انا حيت عندي الماكينه باقي جديده يعني خفت يبداو يلصقوا ليا. دوزت فيها واحد شويه تاع العجينه وحيدته، عاد بديت كنخدم بهذه. نتوما هنا كما شفتوا خرجت هاد الخيوط. هنا في هذه المرحله تقدروا ديروا كاع العجينه اللي عندكم كلها هي سميطات وتحطوها، عاد تبداو تخدموا وتغطيوها وعاد تبداو تخدموا بهم. الا ما كانش ممكن نتوما ديروا بحالي وحده بوحده. من بعد ملي كنخرجوا الخيوط كما شفتوا راه كناخذ القياس اللي بغيتها، صغيره ولا مويان ولا كبيره، كل واحده تاخذ على القياس اللي بغات. هكا نفكها بحال كنفكها شويه وكنزير في الجناب. وملي كيكونوا شي وحدين مقطعين من الاحسن تحيدوهم. غادي نكمل بنفس الطريقه كما كتشوفوا، كندير بحال كنجبدها واحد شويه عاد نحطها. ساهله في الخدمه ديالها بصراحه. هذه المره اخرى غادي نعاودها معكم. وكي قلت لكم من الاحسن انه يكون شي حد يسد لكم لانها كتبغي العوين. انا هنا كنت بوحدي، يعني كنحاول انها ما تحلش ليا وما تديرش. هنا المره الثانيه كما شفتوا داكشي باش قلت لكم الا كاين معكم شي حد غادي تديروا سميطات، شي كيدير سميطه شي كيقاد هكا دغيا غادي تساليوها.
صافي هنايا غادي نكمل العجين كلها هي بنفس الطريقة كما كتشوفوا كتجي ساهلة لا في طيابها ولا حتى في التشكيل ديالها. هادو هما المقياس زعما اللي خرج ليا. وهاد الشيء غادي ندوز نسخن الزيت، تكون الزيت سخونة، ملي نرمي فيها غادي نقص وما كنحركهمش بزاف، كنبقى نحرك غير هكا. الكاسرونة دايرها خاصة ديال القلي وكنخليهم ما تنحمرهمش بزاف، غير كيبانوا ليا بداو يتحمروا تقدروا تبداو تقلبوهم بحال هكا. هنايا تقلبوهم بالفرشيط وملي تشوفوهم صافي تحمروا ما تخليهمش يتحمروا، هذا هو اللون ديالهم تيكونوا ذهبيين، كرملوهم في العسل. صافي هنا راه دايره جوج ديال العسل، دايره هذا ودايره واحد اخر كنحط فيه القليه الثانيه، وهكاك وحده كنحط فيها القليه الاولى وحده كنحط فيها القليه الثانيه. من بعد كنحطها هنايا كما شفتوا كنحيدهم وكنحطهم في الكسكاس وكندردر عليهم اللوز كونكاسي. وهذه هي الكميه. هنا باقي واحد المقله باقي كيتقلاو فيها شي وحدين، وهادو هما اللي خرجت في الاول اللي هانتوما كتشوفوا كنحطهم ديما في الكسكاس في الشبكه باش تخطر لينا العسل. وطريقه الاحتفاظ غادي نوريكم. هنا عندي بواطه كنحط صفر حتى كنعمر واحد الايطاج وكنغطيهم بالبلاستيك وكنعاود نحط عاود تاني وكندير هكا بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها هي بهكا، ما كيدارسوش وما كيطبجوش. نتمنى انكم تجربوها لانها كتجي فعلا زوينه. تقدروا تحطوها في المائده ديالكم، تزوقوا بها الطبله مع الشباكيه اولا المعسلات اللي درتو كما كتشوفوا. هنايا راه كنفرق بيناتهم بالملحه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وكي قلت لكم يعني تقدروا تحطوها مع الشباكيه والمعسلات ديالكم في الطبله كتزينوا بها وميم طون كتجي بنينه. نتمنى ان الفيديو ديالهم نال اعجابكم، ما تبخلوش عليه بتعليقكم، وإلا عجبتكم قناتي ديروا جيم. استودعكم الله.